اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلاة تقضى بها الحوائج والرغائب وتفتح لها أبواب الفرج. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت يا رب من شيء بعد. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومن أهلي ومن مالي ومن ولدي ومن الماء البارد على الظمأ يا رب. اللهم إني أسألك خير المسألة وأسألك خير الدعاء وأسألك خير النجاح وأسألك خير العمل وأسألك اللهم خير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني اللهم وثقل موازيني وحقق اللهم إيماني وارفع درجاتي يا رب. اللهم تقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما يا رب إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا يا رب إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا اللهم إلا هديته ولا غائبا يا رب إلا رددته ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم ولا أسيرا إلا فككته ولا ميتا يا رب إلا رحمته ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا رب ويسرتها. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا سميع الدعاء تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماما كريمة، ربنا يتقبل منك. ادعي لي، بتقول لي قول يا اخويا واضح ربنا يشفيني، وادعي لبناتي ربنا يسترها معايا ويكمل فرحتهم على خير. انا اسمي كريمة وبناتي اسراء وشيماء. وانا بقول لك يا ماما كريمة، اللهم اني اسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعوت به اجبت واذا سالت به اعطيت واذا استنصرت به نصرت. اسالك يا رب، اللهم يا رب يا رب يا رب يا من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، ان تكشف عن الحاجة كريمة كربها وتشفيها يا رب. يا رب اشفيها يا رب، يا رب اشفيها يا رب، يا رب اشفيها شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا رب عاجل غير آجل، اللهم يا رب عاجل غير آجل. وفرحها ببناتها يا رب، يا رب فرحها ببناتها يا رب، يا رب فرحها ببناتها إسراء وشيماء يا رب، واسترهم وأسبل عليهم سترك الجميل يا رب. اللهم أغدق عليهم بحلمك وعفوك عليهم يا رب. يا رب أسعد قلوبهم، يا رب أسعد قلوبهم، يا رب أسعد قلوبهم وأتمم عليهم فرحتهما في الدنيا قبل الآخرة يا رب. اللهم ارضهم، اللهم ارضهم، اللهم ارضهم وارض عنهم وارضهم وارض عنهم أمهم كريمة يا رب. يا رب قر عينها بفرحتهم بها يا رب، يا رب قر عينها فرحتها يا رب، يا رب قر عينها فرحتها بهما يا رب. اللهم يا رب عاجل غير آجل، اللهم يا رب عاجل غير آجل. وارزقهم يا رب جميعا زيارة بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عاما بعد عام مرارا وتكرارا عاجل غير آجل، هي والسامعين وكل من قال آمين آمين آمين. ماما سولا بتقول ابن الغالي دعواتك، ابن حفيدي اسمه مالك بيحتاج دم كل أسبوعين، وعارف والله أمه توفت وهي بتولده الله يرحمها. أنا بقول لك يا ماما سولا، إلهي إن كنت لا ترحم إلا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا العاملين فمن للمقصرين. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجا المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون يا رب، فارحمنا برحمتك وجد علينا بفضلك ومنك واغفر لنا يا رب. اللهم اغفر لنا أجمعين يا أرحم الراحمين. ربنا واجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواهين منيبين. تقبل يا رب توبتنا واغسل يا رب حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت اللهم حجتنا وأسل سخائم صدورنا وعافنا يا رب. اللهم واعف عنا. إلهي لا تحرمنا من شفاعة نبيك، واجعل التقوى لنا أربح بضاعة، وأمنا من خوفنا يوم تقوم الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب اشف مالك حفيد حاج سولة، يا رب اشفيه، يا رب اشفيه، يا رب اشفيه، يا رب اشفيه شفاء لا يغادر سقما، يا رب اشفيه شفاء لا يغادر سقما. وامن عليه يا رب بوافر الصحة والعافية، واجعله في أتم صحة وعافية، وارضيه وارضى أبوه فيه يا رب، واجعله من حملة كتابك وبرا بأبوه. يا رب اشفيه شفاء لا يغادر سقما، يا رب اشفيه، يا رب اشفيه، يا رب اشفيه عاجل غير آجل يا رب.
اللهم آمين 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 هو والسامعين وكل مرضى المسلمين. وصفات السعادة أم محمد بتقول: ربنا يسترك يا أخويا المحترم واضح، ادعي لي بالستر وفك الكرب وإبطال الأسحار والبركة في ولادي والهداية ليا ولمحمد وسارة وسالي. وبقول لك يا حاج أم محمد وصفات السعادة: إلهي كيف أفرح وقد عصيتك، وكيف لا أفرح وقد عرفتك، كيف أدعوك يا رب وأنا خاطئ، وكيف لا أدعوك وأنت الكريم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب يا رب يا رب أتوسل إليك أن ترحم أمتك أم محمد وترفع عنها ما هي فيه. يا رب تعبت الأجساد ووهن القلب وزاد أنين الفؤاد فلم نعد نقدر يا رب. يا رب إنهم يعلمون أنك تحب الصابرين، ويعلمون أيضا أنك قلت لحبيبك المصطفى أن يبلغنا أن نسألك العفو والعافية وأن ندعوك برفع البلاء. فاللهم يا رب يا رب يا رب أمتك أم محمد تدعوك وتتوسل إليك بكل عمل عملته ابتغاء مرضاتك لا يعلمه إلا أنت وهي يا رب، أن ترفع عنها ما هي فيه. يا رب ارفع عنها ما هي فيه، يا رب ارفع عنها ما هي فيه الآن يا رب، الآن يا رب، الآن يا رب. يا رب ابطل عنها كل سحر وكل عين مستهم وأذتهم، وانتقم ممن ظلمهم يا رب. يا رب انتقم ممن ظلمهم يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نشكوهم إليك يا رب، نشكوهم إليك يا رب، نشكوهم إليك يا رب. اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وبارك لها في أولادها وارضها فيهم، ووسع عليهم بيتهم ومعيشتهم، وبارك لها بجوزها يا رب، وأعطيه وأمن عليه بالصحة والعافية هو وكل من قال آمين من السامعين. اللهم آمين آمين آمين. أم معاذ الصحبة الحلوة بتقول: ادعي لي بالشفاء، وادعي لزوجي بفك الكرب وتوسعة الرزق، وادعي لأولادي بصلاح الحال، وادعي لي وادعي لابن عبد الرحمن يحقق حلمه ويوفقه، ربنا يجزيك خير ويرضيك. وبقول لك يا حاجة أم معاذ: ربنا اجعل أيامنا كلها سعيدة، رب بدد الأحزان وأبرئ الأسقام وأبسط الأرزاق وحسن يا رب الأخلاق، وانشر يا رب الرحمات وامحو السيئات، تباركت يا رب البريات. اللهم يا رب الأرض والسماوات اشفي زوجها شفاء لا يغادر سقما، وفك يا رب كربهم. يا رب وسع عليهم، يا رب وسع عليهم، يا رب وسع عليهم في دارهم، واملأها بركة ومودة وحب ورحمة وسعادة وراحة بال يا رب. يا رب أصلح حالهم، يا رب أصلح حالهم، يا رب أصلح حالهم وحال أولادهم وأولادنا وأولاد المسلمين والسامعين يا رب، وبارك لهم فيهم يا رب، بارك لها فيهم يا رب، يا رب بارك لهم فيها يا رب، واجعلهم دوما أصحاء أقوياء أتقياء، وارضها فيهم يا رب. وفق ابنها عبد الرحمن وحقق له أمانيه، واحفظه يا رب، يا رب احفظه، يا رب احفظه عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، واحفظه يا رب من فوقه. وأعوذ بعظمتك يا رب هو وأولادي وأولاد المسلمين والسامعين أن يغتالوا من تحتهم. اللهم آمين وإيانا والسامعين من كل عين وحاسد وحاقد. اللهم آمين. مطبخ أمينة بتقول: ادعي لي ربنا يفرجها عليا وعلى ابن كريم. وبقول لك يا حاجة أمينة: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت، وإذا سألت به أعطيت، وإذا استنصرت به نصرت. أسألك اللهم يا رب يا رب يا رب يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، افرجها عليها يا رب، افرج على الحاجة أمينة يا رب فرج واسع يا رب، افرج عليها فرج واسع يا رب، فرج يليق بجودك وكرمك يا رب. يا رب يا من يسمع النملة السمراء في جوف الصخرة الصماء في الليلة السوداء، أتوسل بك إليك يا رب، وبأحب كل عمل عملته الحاجة أمينة أن تفرج عليها يا رب، وعلى ابنها كريم عاجل غير آجل يا رب، واسعدها به يا رب، وإن ما كانش متجوز جوزه يا رب، زوجة تقية نقية تتقي الله فيه يا رب، يا رب يا رب يا رب. وإن كان متجوز اسعده بزوجته يا رب وبارك له فيها، واجعلها أم صالحة، وإن كانت غير صالحة يا رب أصلح حاله يا رب، أصلح حاله واهدها له وبارك له فيها يا رب، وإن كانت صالحة يا رب وارزقه منها بالذرية الصالحة، واسعده واسعدها، ويكونوا دايما في كنفك ورعايتك وحمايتك يا رب. اللهم فرجك، اللهم فرجك، اللهم فرجك على الحاجة أمينة يا رب وعلى ابنها كريم. اللهم اشغل قلوبنا بحبك وألسنتنا بذكرك وأبداننا بطاعتك وعقولنا يا رب بالتفكير في خلقك والتفقه اللهم في دينك. اللهم آمين. يا أبلة أمها جنتها بتقول: الله يتقبل منا ومنك صالح الأعمال يا رب العالمين.
برضه نفس الطريقة بتاعتها كل مرة، ما بتذكرش دعاء، وتيجي في الآخر واحنا بنعمل البث تقول لك ما لقيتش اسمي يا اخويا واضح، ما لقيتش اسمي يا مدير. طب ما تكتب يا ست عشان اقول. الله يهديك، الله يهديك يا شيخة والله. بقول لك يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. أسأل الله أن ينصرك على من أذاك يا الله، ويجبر بخاطرك ويشفيك من كل أذى ومن كل عين، ويفك كربك ويقويك وينصرك ويعلي منزلتك في الدنيا قبل الآخرة. بسم الله أرقيك يا بنتي، بسم الله أرقيك يا أختي، بسم الله أرقيك يا أبله من كل شيء يؤذيك، ومن كل عين لامة، ومن كل شيطان وهمة. الله ينصرك، الله يشفيك، الله يجبر بخاطرك عاجل غير آجل. اللهم آمين. الحاجة عائشة الشهري، والدة المحترم بشهادة الصغير قبل الكبير والعدو قبل الصديق، إبراهيم الشهري. يا إبراهيم، بقول لك يا صاحبي، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت يا إبراهيم اشهد الله وملائكته وجميع خلقه إني يا إبراهيم رأيت هذا رؤيا العين. والبعض الآخر ذكره لي من بعض الثقات، الناس اللي بثق فيها قالت لي عليه إن الثلاث حاجات دول اجتمعوا فيه. فأسأل الله بحق كل عمل عملته ابتغاء مرضاتك أن يتقبله منك يا أخويا، ويجعله في ميزان والدتك، وأن يرفع درجتها في الجنة، ويحشرها مع زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر ذنبها ويعلي منزلتها، ويفسح لها في قبرها مد بصرها، ويغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد، وأن يباعد بينها يا إبراهيم، وأن يباعد بينها وبين خطاياها كما باعد بين المشرق والمغرب، ويربط على قلبك وقلب إخواتك، ويعبد عنكم كل أذى من عين أو سحر أو بهتان، سواء كان بسوء ظن أو كره أو نكران جميل. الله يرزقك يا إبراهيم، الله يزوجك، الله يبارك لك زوجة كما تصفوها تيتا فرح وبتقول لك يا ابن قلبي. وكل الكلام ده على الدغري وزي المال الحلال، إن تكون زوجة تقية نقية حيية تتقي الله فيك، تراها يا إبراهيم أحن وأجمل نساء الأرض عليك، وتكون لك سكن للروح ومأمن لها، وتراك أفضل وأجمل وأقوى وأحن وأجدع رجال الأرض، وألا ترى غيرها ولا ترى غيرك. اللهم آمين. أسأل الله المغفرة التامة للحاجة عائشة، اللهم اغفر لها مغفرة تامة، اللهم اغفر لها مغفرة تامة، اللهم اغفر لها مغفرة تامة، ولا تسألها عن أي شيء يا رب. اللهم اجعلها من أهل الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب. اللهم افرح قلبها بقولك أبشروا بروح وريحان ورب راض غير غضبان. هي وانشراح أم رامي وأبا رامي وأم رامي وأم أحمد وأم دينا وشروق ونور وإسهام وعلمائنا ومشايخنا والسامعين وكل من قال آمين آمين آمين. أم عابدين بتقول ابني حج واضح، دعوتك لأمي بالشفاء العاجل وبالرحمة والمغفرة، لأبي الطيب الحنون، ولإخواتي بالرزق والسعادة والنجاح لأولادهم. وأن يتم زواج بنتي، أظن اسمها جهينة لأن هي بتكتب بخط عجيب كده، بالخير والبركة. أيا كان يا حاجة اسم بنتك فهو إن شاء الله الدعاء ده لها. ودعواتكم لابني زين العابدين بالنجاح، ولأولاد إخواتي، ودعواتكم لزوج الطيب الخلوق الطيب الأصيل، ودعواتكم يا ابني بالشفاء، وأن يطول في عمري وأكمل رسالتي بما يرضي الله تبارك وتعالى، وبالرحمة للسيدة جميلة أم ابني فراس الغالي. ولكم يا ابن واضح كمان، ادعي لنفسك كمان يا حبيبي بالتيسير وفك غربتكم، وأن يحفظ لكم أولادكم وزوجتكم أم دينا الطيبة، وأن يشفي مرضى المسلمين. ودعواتكم لبنتي جهينة لتمام خطبتها وزواجها، وأن تكون لزوجها نعم الزوجة، وتدخل عليهم بالرزق والبركة ابن حج واضح. دعوتكم لأميرتي الصغيرة العفراء، والراحة لوالدها، ولكم جزاء الشكر وجزاكم الله عنا خيرا. وانا بقول لك يا حاجه ام عابدين ما شاء الله على كلامك يا حاجه، وابشرك بدعائك الطيب، اللهم شفاءك التام، اللهم شفاءك التام العاجل غير آجل يا رب يا رب. واسالك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تسع برحمتك عبدك والد ام عابدين. اللهم افسح له في قبره مد بصره، واغسله اللهم من خطاياه بالماء والثلج والبرد، وباعد اللهم بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. ووسع يا رب الإخوة في أرزاقهم، وارزقهم السعادة في الدنيا قبل الآخرة.
وأسعد اللهم أولادها وأرضهم فيه، وبلغ يا رب زين العابدين مبتغاه يا رب، ونجيه ووفقه إلى ما تحب وترضاه، وأولاد إخوتها وزوجها الطيب الخلوق الأصيل، وأسعدهم وأجمع بينهم دوما يا رب في كل خير. بارك لها يا رب في عمرها، ووفقها أن تؤدي رسالتها على الوجه الذي يرضيك عنها. وأسألك اللهم الرحمة لوالد أخونا فراس، وأن تتم على بنتها خطبتها، وتكون أسعد بنات الأرض يا رب، وتكون في عين زوجها وخطيبها أجمل وأطهر وأشرف بنات الأرض، وهي أن تراه أفضل وأنقى وأجمل رجال الأرض، وأن تكون زوجة مخلصة مطيعة تدخل عليهم بالرزق والبركة، وتكون عتبة خير. وأسألك اللهم أن تسعد قلبها برؤية جيهان فرحة سعيدة مطمئنة في حياتها يا رب، مرتاحة البال في الدنيا والدرجات العلى في الجنة، اللهم آمين يا رب. وأن تسعد قلبها بزوج طاهر صالح تقي نقي يرضيها ويسعد قلبها، تأوى إليه ويسكن إليها، ويعوض صبرها بكل ما يسعد قلبها وحياتها بكل خير، هي وكل بنات المسلمين يا رب العالمين. وبتقول لي كمان يا حاج واضح، مريم اللي هي ماريا بنت ليبيا أكل ليبي بتطلب منكم الدعاء لها ولوالدها، وأن تتم دراستها بالنجاح والفلاح. وبتقول لي قولي لعمه واضح يدعي لي. وبقول لك يا مريم أبشري، ماري أكل ليبي، الله يبارك لك يا أختي، الله يبارك لك يا بنتي ويرضيك ويسعدك ويسعد قلبك وروحك، ويطبطب على قلبك بالرحمة والمودة، ويحسن إليك ويبارك لك في والدك، ويرجعكم لبلدكم على خير بعد ما تتطهر، وهي وكل بلدان العربية من أحقر خلق الله، حكام كانوا أو شعوب. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله لك يا مريم بالتوفيق والنجاح والفلاح في دراستك وفي حياتك وفي عمرك، وأن ينفع بك سبحانه وتعالى دينك، ويعلي مكانتك العلمية والاجتماعية، وأن يستعملك ولا يستبدلك، اللهم آمين. ماسة مع الأبطال بتقول ربنا يتقبل منك يا اخويا، ادعي لي ربنا ييسر حالي انا وجوزي ويبارك لي في اولادي وان اقبض. فبقول لك يا حاجه ماسه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، سبحان ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الارض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله اكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم مثل ذلك. أسأل الله يا حاجة ماسة أن ييسر أمرك ويفرج كربك ويبدل همك ويرضيك في أولادك ويسعدك مع زوجك، ويملأ بيوتكم سعادة وراحة وهدوء وسكينة ومودة وسعادة. وأسأله سبحانه أن يفرح قلبك قريبا بقبض مبلغ كبير كتير من قناتك، ويكون فيه البركة ويكفيك ويفيد عليكم يا حاجة ماسة، اللهم آمين. وبتقول لي دعوتك كمان يا اخويا لاخويا ابو سندي، وبقول لك يا ابو سندي يا ماي فريندي، ربنا يبارك لك في اولادك واهلك ومالك، ويعطيك على قد نيتك، وينصرك على كل من اراد بك سوء او شر، ويفرحك بعيالك يا ابو سندي. وبتقول لك ان يا رب دايما اشوفك متهني وسعيد يا ابو سندي. دي دعاء اختك ماسه. وبتقول كمان ادعي لبنت ملاك، وانا بقول لك يا ملاك الله يشفيك يا ملاك يا بنت حواء وادم، يا رب اشفها، يا رب اشفها واعف عنها وارضيها واجبر بخاطرها، واعطها سؤالها يا رب وفق سؤالها. الله يعطيك من كل ما تتمنى ويجبر بخاطرك ويسدد خطاك وينور بصيرتك يا ملاك، ويبعد عنك كل عين وشيطان، وبالذات شيطان الانس. بسم الله ارقيك يا ملاك، بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك، ومن كل عين لامه، ومن كل شيطان وهمه. وكمان اخويا حماده سلمي لي عليه، امانه عليك، ما شفتوش من زمان، احكي له اخوك واضح افتكرك وهو بيدعي لنا ودعا لك بدعوه حلوه، عسى الله ان يجمعنا انت وابو سندي وابراهيم الشهري والشبح وكريم وكل اخواتنا، واخونا الله يمسيه بالخير علي راشد على سرر متكئين عليها متقابلين في جنات النعيم، اللهم امين. اخويا شريف الخيال الشارد بيقول هي تعتبر مناجاه، كاتب بيقول انا هكتب لك كلام غريب شويه لان كلامي مش هيبقى معاك يا واضح، كلامي لله تبارك وتعالى. بيقول انا كنت شغال يا رب 4 ايام في الاسبوع، وصاحب الشغل اكل شقاية كله يا رب، وانا ما معيش فلوس، وانا اللي طالبه منك يا رب تعوض عليا، يا رب عوض عليا، يا رب عوض عليا عوض الصابرين، وشقاية يكون عندك انت يا رب، مش عاوز منه اي حاجة، والله يا رب ما انا عاوز منه حاجة،
انا عاوز حق منك انت يا رب. يا رب، يا رب مش عاوز منه اي حاجة. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل جنيه اخدوا مني واكلوا علي سحت وبهتان وظلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. فوضت أمر إليك فيه يا رب. أنت تعلم حزني وترى ما في قلبي. يا رب عاوز العوض منك والخير منك أنت بس يا رب. يا رب يا عالم بما في الصدور. وأنا بقول لك يا أخويا شريف وبدعي لك وبقول لك اللهم يا رب يا سامع الدعاء، يا من يعلم السر وأخفى، يا من يعلم السرائر. هذه شكوى أخونا شريف وأنت أعلم بحاله، فاجبره يا رب واجبر بخاطره وارضيه ورد له حقه وانتصر ممن ظلمه. اللهم انتصر ممن ظلمه يا رب نصرا يليق بك يا قوي يا قادر يا عدل يا من يجيب المضطر إذا دعاه. انصر عبدك شريف يا رب. انصر عبدك شريف يا رب. انصر عبدك شريف يا رب ورد له حقه عاجل غير آجل، وانتقم ممن ظلمه وظلمنا، وأخر تطبيق شرعك يا رب، حكام كانوا أو شعوب أو أفراد. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم. اللهم آمين. ماما أميمة بتقول ادعي لي بصلاح الحال ليا ولأولادي وزوجي وأسرتي، وإن يشفيني ويبارك لي فيهم ويوسع في أرزاقهم ويهديهم ويفرح همومهم، ونروح نزور الكعبة يا أخويا. واضح بالله عليك ما تنسى. وبقول لك يا حاجة أميمة اللهم آمين. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منه وما لم نعلم أن تستجيب منا دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي يا رب حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا وتستر يا رب عيوبنا وتتوب يا رب علينا وتعافينا. اللهم وتعفو عنا وتصلح أهلنا وذريتنا وترحمنا اللهم برحمتك الواسعة رحمة يا رب تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أصلح حال ماما أميمة وأصلح يا رب حال أولادها واشفيها وبارك لها بزوجها ووسع عليهم في أرزاقهم ما وسعت السماوات والأراضين. وأسألك اللهم أن تهدي لها أولادها حتى يمشوا على الأرض هداة مهديين مهتدين، واحرسهم اللهم بعينك التي لا تنام، واكفهم يا رب وإيانا وأولادنا وكل من قال آمين والسامعين من شر العين ومن شر كل حاقد وحاسد، وارزقها وإيانا يا رب الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، واكفها وإيانا وأولادنا والسامعين الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم عاجله وآجله. وارزقها اللهم يا رب زيارة بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عاما بعد عام مرارا وتكرارا عاجل غير آجل. اللهم هي والسامعين لكل من قال آمين آمين آمين. أخويا بسام بيقول ربنا يجزيك خير، ربنا يتقبل منك صالح الأعمال. وأنا بقول لك يا أخويا بسام اللهم آمين وإياك. حياك الله يا أخوي. ماما حبيبة الرحمن بتقول ادعي لي باسمي، أنا اسمي منى، وادعي لي إن ربنا يشفيني ويرزقني العمرة. وبقول لك يا حاجة منى اللهم إني أسألك جميع الرحمة والمغفرة. أصلح ذريتنا ونيتنا وألف يا رب بين قلوبنا واستر عوراتنا وفرج اللهم همومنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأعز اللهم ديننا ووسع اللهم في أرزاقنا ومد يا رب في أجالنا على طاعتك وفي صحة وعافية وكل عمل صالح. واجعل اللهم قبور أمواتنا روضة من رياض الجنة. اللهم يا رب إن الحج منى تأمل منك أن تمن عليها يا رب بوافر الصحة والعافية، هي وانشراح ومرامي ومدينة ومسيف والسامعين وكل من قال آمين. اللهم آمين يا رب. وأسألك اللهم سبحانك أن ترزقها العمرة يا رب، ارزقها العمرة يا رب، ارزقها العمرة والحج يا رب عاما بعد عام مرارا وتكرار عاجل غير آجل، هي والسامعين وكل من قال آمين آمين آمين. وصفة في المطبخ بتقول ادعي الأم ربنا يشفيها وما يحوجها لحد أبدا، وكمان ادعي لعيالي بالهداية ويوسع رزقنا ويجعلهم من أهله وخاصته. ربنا يوفقك وألف مبروك وعقبالنا وربنا يكتبها لنا وكل مشتاق. وأنا بقول لك اللهم يا رب يا رب يا رب اكتبها لها يا رب، اكتبها لها يا رب، اكتبها لها عاجل غير آجل يا رب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا عيبا إلا أصلحته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب اشفها، اللهم يا رب اشف أمها، اللهم يا رب اشف أمها أم رامي وأبا رامي وعم محمد وجنى بنت مروة وكل مريض وانشراح، وما تحرجهم أبدا يا رب إلا ليك أنت بس يا رب. واهدي لها عيالها، دي غلبانة يا رب، غلبانة يا رب، غلبانة وبتتمنى رضاك يا رب، والله طيبة وبتحبك. اللهم ارزقها حبك وحب كل عمل يقربها إلى حبك يا رب. حنن عليها قلوب عبيدك يا رب، حنن عليها قلوب عبيدك يا رب، حنن عليها قلوب عبيدك يا رب. انصرها وارضيها ووسع عليها وعلى عيالها رزقهم وارزقهم البركة، ارزقهم البركة، ارزقهم البركة في بيتهم يا رب، واجعل بيتهم كله مودة ورحمة يا رب، واجعل أولادها من أهلك وخاصتك يا رب، واكتب لها هي وكل مشتاق زيارة بيتك الحرام وزيارة قبر حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم عاجل غير آجل، مرار وتكرار، عاما بعد عام، هي والسامعين وكل من قال آمين آمين آمين. ميرو في المطبخ بتقول ربنا يتقبل منك صالح الأعمال يا رب، وأزور بيتك يا رب، اكتبها لي يا كريم يا رب، ويا رب اشفني واشفي كل مريض يا رب. بارك لي في عيالي واجعلهم من الصالحين، وبارك لي يا رب في زوجي يا رب، يا رب يخلي له أمي واخواتي ويزيدنا ولا ينقصنا. اللهم يا رب، يا رب استرها معانا في الدنيا وفي الآخرة، وحبب فينا خلقك يا رب، حبب فينا خلقك يا رب، وابعد عنا الناس الوحشة، ابعد يا رب عني وعن اخواتي وعن أهلي وعن السامعين وكل من قال آمين الناس الوحشة يا رب، يا رب يا كريم يا رب. ووسع لنا يا رب، ووسع علينا يا رب، ووسع علينا ولنا يا رب في أرزاقنا، وارزقنا برزق عيالنا، واجعلنا دايما يا رب من المقربين إليك. اللهم يا رب يا كريم. بصراحة يا حاج ميرو أنا ما عرفتش أدعي بعد دعائك ده، لكن كل اللي هقوله لك الله يبارك لك ويجزيك كل خير ويتقبل منك دعائك. اللهم آمين آمين آمين. تكات أم عمر بتقول ادعي لي بالستر والصحة وربنا يكفيني شر كل حاقد وحاسد وكل حد متمني زوال نعمته عني، ويبارك لي في أولادي. وأنا بقول لك يا أم عمر اللهم آمين، وأبشرك لأنك بتحب الكلمة دي، وهزود عليهم كمان دعاء لماما لأن تقريبا من زعلك ومن غضبك من الناس اللي فوق ديت نسيت تقولي اسمها، لكن عارف ان انت بتحبيها وعشان كده هذكرها بدعوة ان شاء الله، نسأل الله القبول. بقول لك يا ام عمر لولا انك مؤثرة وطفياهم ما كانوش هيذكروك، لان دايما النخلة المثمرة تقذف بالحجارة، فاستمر في طريقك ما دام انت شايفه انك صح ولا تلتفت لنباحهم. واقول لك ما قاله الله تبارك وتعالى لرسوله والله يعصمك من الناس. فاسال الله لك يا ام عمر، اسال الله لك يا ام عمر، اسال الله لك يا ام عمر والمنطق والسامعين وانشراح وام رامي وابا رامي ووالدينا وكل من قال امين ان يسبل عليك ستره ويتم عليك نعمته بوافر الصحه والسعاده وراحه البال، وتنور يا رب ظلمه لياليها. اللهم اسقها فرحا وارزقها من كل مداخل الخير. اللهم قوها، فمن يا رب للضعيف غيرك؟ اللهم يا غني من للفقير غيرك؟ اللهم يا عزيز من للذليل غيرك؟ اللهم اكفها بحلالك عن حرامك واغنها بفضلك عمن سواك، ورد كيد كل من أراد بها سوء ومكروه في نحره يا رب، واجعل تدبيره في تدميره، وافضحه فضيحة تكون عبرة لكل حاقد وكاره لخلقك الخير يا رب. وأدم عليها اللهم نعمك وبارك لها في أولادها، واجعلهم دوما يغفرون لها جناح الذل من الرحمة ويقولون رب ارحمها كما ربتنا صغارا، ويكونوا دوما بارين بها حنينين في حقها، يدعون لها يوم ينحني الظهر ويضعف الجسد. يا رب ارحم أمنا كما ربتنا صغارا. واختم لها ولمامتها حاجة أم شيماء وللسامعين والانشراح والأم أم رامي والأم رامي والأبا رامي وتيتا فرح بخاتمة السعادة والرضا وبجنة الرضوان ورب راض غير غضبان. اللهم آمين آمين آمين. تيتا فرح بتقول تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، رجاء ادعي لأبويا بالشفاء، جزاك الله خيرا يا واضح. وبقول لك يا عم محمد والله يا عم محمد أنا متفائل بالشفاء التام لك بإذن الله عاجل غير آجل،
الله يشفيك يا عم محمد، الله يشفيك يا عم محمد. اللهم شفاءك التام لعبدك محمد أبو فرحانة يا رب. اشفيه شفاء لا يغادر سقما يا رب، عاجل غير آجل. واجعل أجر تعبه وألمه في ميزانه يا رب، وارفع درجاته اللهم بها في الجنة. اللهم يا رب كل من كان مريضا من أهلها وأحبتها فاشفيه الآن يا رب، ومن كان مهموما فأزل همه، ومن كان حزينا فأسعده، ومن كان يرجو توفيقك يا رب فوفقه اللهم واشفيه. واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف انشراح ورزق عاجل غير آجل. واشف أبو رامي يا رب، اللهم اشفيهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيهم شفاء لا يغادر سقما، شفاء تام 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 عاجل غير آجل يا رب. اللهم اشفهم، اللهم اشفهم، اللهم اشفهم، وابعد عن أجسادهم كل ألم وتعب ووجع، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة والرضا. وارض اللهم عنهم وعن عم محمد أبو طه وعن إسلام وعن أحمد وفرحانة، وأسعدهم وأرضهم وارض قلوبهم يا رب، وعوضهم آخر صبرهم خير، واقض عنهم ديونهم يا رب، وبارك لهم في حماصة وفي مليكة وفي قوتهم. اللهم وارض عنهم وعوض واخلف على محمد بن نشوى بالذرية الصالحة يا رب. على فكرة يا تيتا أنا نسيت اسم مراته، مش عارف، باين اسمها منى تقريبا، والله كان على لساني. بس على كل أنا بقصد زوجتك يا محمد يا ابن نشوى. الله يرزقكم يا محمد يا ابن نشوى بالذرية الصالحة، ويخلف عليكم بكل ما تتمنوا. اللهم آمين آمين آمين. أستاذة الحاج بتقول يا رب استرها ومن عليها بالصحة والعافية وصلاح الحال، وأسألك يا رب أن تتقبل عملها وتبارك لها في أولادها وتكتب لها زيارة بيتك الحرام. وبتقول لك يا رب أنا مش هزهق من الإلحاح على الحي القيوم بالدعوة دي والرزق والبركة، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأنا بقول لك يا أستاذة اللهم آمين آمين. روان بتقول لي مبروك، ادعي لي معاك والأهل غزة وكل المسلمين يا حاج. وأنا بقول لك يا حاجة الله يعطيك كل ما تتمنيه ليه. اللهم آمين يا حاجة أم روان. وأسألك اللهم أن تبارك لها في صحتها وفي عافيتها وفي أولادها. وأسألك اللهم أن تنصر إخواننا وتقويهم وتنصرهم وتخزل من خذلهم من حكام ومطبعين، سواء كان شعوب أو أفراد. اللهم إنا نبرأ إليك من كل فعل أخر نصرك لهم، أو لم يطعم جائعهم، أو لم يكسو عريانهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نشكوهم إليك يا رب، نشكوهم إليك يا رب. حنان أمثال وتفسير أحلام بتقول دعوتك لي بالشفاء والستر والصحة عاجل غير آجل، اللهم آمين. وأنا بقول لك يا حاج حنان اللهم يا أكرم الأكرمين نسألك ببركتك وعطفك ولطفك وعافيتك ورحمتك وحبك، نعوذ بك من تقلبات القلوب، واعصمنا اللهم من المعاصي والآثام، واشغلنا اللهم بخير ما يرضيك عنا، واحمنا من أذى الناس. اللهم احمنا من أذى الناس، اللهم احمنا من أذى الناس، واشغلنا اللهم بك دوما عن همومنا، واجعل الآخرة كل همنا. اللهم يا رب من على أمتك حنان بالشفاء العاجل غير آجل يا رب، من عليها بالصحة والعافية يا رب، من عليها بالصحة والعافية يا رب، من عليها بوافر الصحة والعافية، وارزقها وبشرها يا رب ولو برؤية في منامها بزيارة بيتك الحرام وقبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عاجل غير آجل، عام بعد عام، مرارا وتكرارا، هي والسامعين وكل من قال آمين آمين آمين. شو بتقول ربنا يتقبل منك أخي الكريم، يعني ما كتبتش دعوة. على كل بقول لك اللهم امين واياك يا حاجه شو، ربنا يبارك لك في زوجك وينعم عليكم بوافر الصحه والعافيه انت والسامعين وكل من كتب او قال امين امين امين. عجوه المدينه بتقول ما تنساش يا اخويا اختك عجوه من صالح دعائكم. وانا بقول لك يا حاج عجوه الله يعطيك كل ما تتمنيه ليه وزياده، ويكبر بخاطرك ويسعدك سعاده ليس بعدها سعاده. الله يقويك يا عجوه، الله ينصرك يا عجوه، الله يحبك يا عجوة، الله يعطيك يا عجوة، الله يفتح عليك من بركات الأرض والسماء، الله يرضى عنك، الله يعفو عنك، الله يغفر لك وليك وللسامعين ولوالدينا ولأم رامي وأبا رامي وكل من قال آمين آمين آمين. ميرو فوزي بتقول ادعي لأم ربنا يشفيها ويبعد عنها الألم والتعب
ربنا يسعدك ويكرمك يا اخوي، ويتقبل منا ومنك صالح الاعمال. وانا بقول لك يا حاجه ميرو فوزي، الله يشفي لك امك وامي ام رامي وابا رامي وكل مرضى المسلمين، شفاء لا يغادر سقما، ويبعد عنا وعنكم وعن السامعين والمسلمين وكل من قال امين. الم التعب والقلق والتوتر والارهاق والتفكير في هموم الدنيا، اللهم يا رب اجعل حياتهم وحياتنا خير وبركة وعافية، واحسن يا رب خاتمتنا وإياهم، ولا تنيمهم على فرش ولا تقل لهم عرش. يا حاج أم ميرو ادعي لي بالله عليك، سمعاني؟ ادعي لي بالله عليك يا حاج أم ميرو، أنا بحب دعوات الناس الكبيرة جدا، الله يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. أنا والله يا حاج أم ميرو بحب الناس الكبيرة والأطفال يدعوا لي جدا، حتى كان سيدنا عمر بن الخطاب لما كان بيقابل اي طفل كان بيطلب منه ان هو يدعي له. فالله ربنا يتقبل منا ومنك صالح الاعمال والدعوات، اللهم امين. وفاء بتقول السلام عليكم حاج واضح، عمره مقبوله ان شاء الله، ادعي لي بالصحه والرزق ولاولادي، جزاك الله خيرا. لا بتقول جزاك الله خير الجزاء. وبقول لك يا حاجه وفاء، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا، اللهم اقل عثراتنا، واغفر يا رب زلاتنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار. اللهم يا عزيز يا غفار، من على امتك وفاء بالعمره والحج وزياره بيتك الحرام، عاجل غير آجل، مرار وتكرار، عاما بعد عام، ارزقها يا رب ومن عليها بوافر الصحة والعافية، ووسع لها في رزقها، وبارك لها في أولادها، واجعلهم دوما برين بها مطيعين، يقطرون لها جناح الذل من الرحمة، ويقولون ربنا اغفر لها كما ربتنا صغارا. اللهم آمين آمين آمين. رينا مش عارف إذا كان اسمها رينا أو دينا أو ريتا، مش عارف، المهم إن هي تعرف دعوتها يعني. رينا هي اسم قناتها RTINA، ان شاء الله تكون هي يعني. بتقول ادعي لي ربنا يشفي لي امي ويخلي لي زوجي واخواتي ويبارك لي فيهم، اللهم امين. وانا بقول لك يا حاجه اللي مش عارف انطق اسمك، اللهم اني اسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعوت به اجبت، واذا سئلت به اعطيت، وباسمائك الحسنى كلها أن تستجيب لنا دعواتنا وتحقق رغباتنا، وتقضي يا رب حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا يا رب، وتعافينا، وتعفو عنا، وتصلح أهلنا وذريتنا، وترحمنا اللهم برحمتك الواسعة، رحمة يا رب تغننا بها عن رحمة من سواك. يا رب اشف أمها، يا رب اشف أمها، يا رب اشف أمها، نتوسل ونتذلل إليك يا رب بأحب الأعمال اللي عملتها الست ديت ابتغاء مرضاتك، أن تشفي أمها، وتشفي أم رامي، وتشفي أم رامي، وتشفي أبا رامي وأمي وكل من قال آمين يا رب. يا رب من عليهم بالصحة والعافية، ولا تنيمهم على فرش ولا تتقل لهم عرش، واهد لها أولادها واجعلهم قرة عين لها، وبارك لها في زوجها، واجعله يا رب يراها أجمل وألطف وأحسن نساء الأرض ولا يرى غيرها، وهي يا رب تشوفه أقوى وأحن وأجمل رجال الأرض. اللهم واملأ بيوتهم، اللهم املأ بيتهم وبيتنا وبيت أم رامي والمسلمين وكل من قال آمين بالمودة والرحمة والحب والسكينة. اللهم يا رب وبارك لها في إخوتها، وانزع من بينهم الشقاق والغل والحقد والزعل، وازرع يا رب بينهم الحب والحنية والرضا. اللهم آمين آمين آمين. دبر ووفر مع زهرة بتقول ما شاء الله يا أخويا دعوتك لنا بصلاح الحال، وبقول لك يا حاجة زهرة أسأل الله أن يحبك ويحبب إليك كل شيء ويحبه، ويرزقك حبه وحب من يحبه، وحب كل عمل وفعل يقربك من حبه. الله يصلح حالك، الله يرزقك يا حاجة زهرة، الله يسعدك، الله يسترك، الله يوفقك، الله ينصرك، الله يقويك، الله يعطيك، الله يكفيك، الله يحميك، الله يعفو عنك، الله يعافيك، الله يرحمك، الله يثبتك، الله يحسن خاتمتك انت وانشراح ورزق ام رامي وابا رامي وام رامي وام سيف وام دينا وتيتا والسامعين وكل من قال وكتب آمين. اللهم آمين آمين آمين.
شيماء الخطيب بتقول: عمرة مقبولة ودعاء مستجاب بإذن الله. ادعي لي يا أخويا بصلاح الحال ولأولادي بالستر والصحة. وأنا بقول لك يا حاجة شيماء: اللهم إني أعوذ بك من عقوق الأبناء ومن قطيعة الأقرباء ومن تغير الأصدقاء. اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واجعلنا من الفائزين. أسأل الله يا أستاذة شيماء الخطيب أن يصلح أولادك وأولادنا وأولاد المسلمين، وأن يسبل عليك ستره الجميل ويتم لك فرحتك يوم الدين، لقوله: يا شيماء أبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. وإيانا ووالدينا وأم رامي وأم سيف وأم دينا والسامعين وكل من قال آمين آمين آمين. يا بلال صاحبي وأخويا بيقول: اللهم اشفني واشفي أخي عبد الكريم واشفي والد الغالية تيتا فرح. اشفيهم يا رب، اشفيهم لا يغادر سقما، واشفي مرضى المسلمين. وأعنا اللهم على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم في هذا اليوم تصلح المقاطعين. اللهم يا رب في هذا اليوم تصلح المقاطعين بعضهم البعض، واشف المرضى، واجبر يا رب كسر المكسورين، واجبر يا رب خاطر المكسورين، واطعم الجوعانين، وارحم يا رب المتوفين. اللهم ارزق كل فقراء اللهم وارزق كل فقراء ومساكين المسلمين. اللهم لا تردنا خائبين، واجعل لنا اياما نبكي فيها من الفرح ونسجد اليك يا رب باكين يا رب العالمين من الفرح. اللهم تقبل دعاءنا واهد الضالين ونجح الدارسين وارزق المحرومين بالذرية الصالحة، واغفر لنا يا رب خطايانا يوم الدين، واجعلنا يا رب من البرين بوالدينا، واجعل أولادنا بنا من البرين يا رب، ورد كل المغتربين لبلدهم على خير وصحة وعافية ورضا. اللهم آمين آمين آمين. لطيفة سيشيليا لطيفة سيشيليا. يا رب أكون نطقت اسم الصح يا لطيفة سيشيليا. يعني لو كان اسم بنطقته غلط فسامحيني بقى، معلش. اكتب أسامي حلوة يا جماعة نعرف نقرأها يا جماعة. بتقول: ربنا يتقبل منك، ادعي لي ربنا يهدي أولادي وأولاد المسلمين ويصلح أحوالهم، وربنا يشفي والدي وجميع مرضى المسلمين ويسترني في الدنيا والآخرة. وبقول لك يا حاجة لطيفة: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنظر إلينا في هذه الساعة يا رب نظرة رضا، فتنزل علينا رحمات من عندك وحنانا من لدنك تغننا بها عن رحمة وحنان من سواك. وأسألك يا رب أن تهدي أولادنا وأولاد الحاجة لطيفة وأولاد المسلمين وتصلح أحوالهم وتبارك لهم فيهم وتشفيهم وتصلح أحوال أولادها يا رب وتشوفهم أسعد أهل الأرض. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم يا واسع الفضل والكرم يا قادر أن تشفي والدها شفاء لا يغادر سقما، استرها في الدنيا والآخرة يا رب. استر أمتك لطيفة وانشراح أم رامي وأم دينا وأم أحمد وأميرة في الدنيا والآخرة، ولا تنيمهم على فرش ولا تأل لهم عرش يا رب. اللهم آمين آمين آمين. أم عثمان بتقول: واضح بدي تدعي لي يبعد عني ولاد الحرام ويسترني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، ويبعد عني دنس الصهاينة وما يهتك لعرض، ويجعل أولادي برين فيه وأشوف أولادي ناجحين في الحياة ويهديهم ويصلح حالهم، ويشفي لي ابن محمد من وحدة الدم، ويجعل أم وأبويا راضين عني، ويوسع لي في رزقي عاجل غير آجل، ويحسن خاتمتي ويهديني لما يحب ويرضاه، ويفتح بصيرتي وينور قلبي، وحط مليون خط تحت كلمة كل من أذاني بكلمة أو بسحر، ودمرني ولو بنظرة، وكل حد نظر لي نظرة لم ترضني أمامك يا رب. والآن وأقر وأعترف أنني لا أسامح. بصراحة يا حاجة أم عثمان بعد كلامك اللي طالع من قلبك ده والله ما أقدر أقول أي حاجة، مفيش أي حاجة أقدر أقولها بصراحة يعني، غير حاجة واحدة بس: اللهم آمين آمين آمين. اللهم يا أم عثمان يعطيك سؤالك ويرضيك في أهلك ومالك وعيالك، ويحفظك ويقويك وينصرك على كل من ظلمك. اللهم آمين. حاجة مروة
اللؤلؤ الابيض، بتقول ادعي لي ان ربنا يحقق لي منايا ويعطيني اللي في بالي. وبقول لك يا حاجه مروه، اسال الله ان يحبك، ومن احبه الله كان سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها، ولئن ساله ليعطينه، ولئن اوى اليه لنصره. بمعنى انه كان عبدا ربانيا. فاسال الله ان يمن عليك بحبه ويحبب فيك خلقه ويوفقك الى ما يحبه ويوفقك الى ما يحبه، ويرضيك يا حاجه مروه، ويرضيك في قناتك وفي اهلك وفي مالك وفي عيالك، ويسعدك مع زوجك، ويرحم امك وابيك عم حسن، ويسعدك يا حاجه صبرين، ويهدي لك اولادك، ويبارك لك في بيتك وزوجك، وتبطلي بقى تكتبي كلمه ما شاء الله بدون الف. شوف انا افتكرتك مع ان انت ما قلتيش دعوه ولا كتبتش، عشان تعرف ان انا اجدع منك. الله يتقبل منا ومنك يا رب. وبكمل لك يا حاجه مروه وبقول لك الله يسعدك ويبارك لك، ويسعدك مع زوجك يا حاجه، ويهدي سركم ويجمعكم على خير، ويبعد عنكم كل هم وغم ومكروه، ويجعل دوما بيتكم تحفه الملائكه، ويرضيك مع اولادك، ويملأ بيتكم بالموده والرحمه والحب والسعاده، ويجعلكم دوما لبعض سكنا للروح ومأمنها. اللهم امين امين امين. عم مندوب الراجل المحترم الصعيدي الجدع، يشهد الله اني احبك في الله يا عم الحاج. ازيك وزي حالك يا راجل يا طيب يا جدع يا مخلص. روح يا شيخ وتعالى بسرعه، قصدي روح اليها اشوفك سعيد ومتهني بصحتك وبعافيتك ومرتاح البال يا عم الحاج، وعلى اهلك ودارك وعيالك. اسال الله يا راجل يا طيب لو كان رزقك في السماء ان ينزله، ولو كان في الارض ان يخرجه، ولو كان بعيد ان يقربه، ولو كان قريب ان يبارك لك فيه، ويرزقك رزق طيب حلال مبارك فيه بدون جهد او تعب او حتى فكر، ويبارك لك فيه يا حاج، ويبارك لك في ولادك وفي بيتك. ورزق ابو سالم ابويا، وانشراح كمان امي وابا رامي وام رامي وام دينا وام سيف ومشايخنا وعلمائنا وكل من له فضل علينا والسامعين، وكل من قال امين امين امين. الاميره فاديه، مع انك ما كتبتيش بس انت طيبه وتستاهل كل خير يا حاج. بقول لك يا اميره يا ام يوسف، الله يرحم زوجك، واظن عم عيالك هو اللي كان مات برضه، رحمه واسعه من عندك، وان يفسح لهم في قبورهم مد ابصارهم، وان يبدل سيئاتهم الى حسنات، ويفتح لهم في قبورهم بابا الى الجنه، ويشملهم برحمته، ويباعد بينهم وبين خطاياهم كما باعد بين المشرق والمغرب. واساله سبحانه ان يشفي لك ابنك يوسف. الله يشفي لك ابنك يوسف، الله يشفي لك ابنك يوسف يا حاجه، الله يشفيه لك شفاء لا يغادر سقما عاجل غير آجل، ويعوضك فيه ويعلي درجاتك في الجنة جزاء صبرك ده يا أميرة. اللهم يا رب ارضى عن أمتك الأميرة فادية، اللهم يا رب ارضى عن أمتك الأميرة فادية، اللهم يا رب ارضى عن أمتك الأميرة فادية، وجزيها خير الجزاء، وارفع درجاتها في الجنة، واحشرها مع زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هي وانشراح وأم رامي وفرحانة وعيشة ومروة ودينة وأميرة ونور وشروق وسهام والسامعين وكل نساء المسلمين يا رب، وكل من قال آمين آمين آمين. شيخ حسام، الله يهديك ويهدي لك أهل بيتك ويوسع عليكم بيتكم، ويبعد عنكم كل شر ومكروه وكل موسوس لكم بسوء. الله يخلف عليكم بالذرية الصالحة، طبعا بعد ما تجدوا بيت حلو كده جميل في مكان هادي وجميل، ويعوض ربنا عليكم جزاء صبركم، ويعوض كمان على أهلك. الله يهدي سركم ويبعد عنكم أي حد بيخرب عليكم عيشتكم أو بيعكسك في شغلك، ويفتح عليك يا حسام يا أخويا من خير الدنيا والآخرة. الله يفتح عليك من خير الدنيا كله يا أصيل يا حسام يا محترم. الله يسعدك ويسعد أهل بيتك وتكونوا سند وعوض لبعض، ويسعدكم جميعا يا رب، ويوفق دايما بينكم، ويجعل بينكم سكن ومودة ورحمة دايما لبعضكم، ويرد كيد أي حد أراد بكم سوء في نحره. اللهم آمين آمين آمين. قلوب نقية بتقول تروح بألف سلامة وعمرة مقبولة، وترجع بألف سلامة يا أخويا. قلوب نقية أنا موجود أصلا من السعودية، أظن دعائك مثلا إن أنا كنت رايح عمرة وراجع تاني. فبتقول ابن المحترم ما تنسناش من الدعاء هناك عند حبيبك المصطفى، ربنا يتقبل منا ومنك. فأنا بقول لك أبشر يا طيبة، لكن معلش والله أنا بروح مكة ما بروحش المدينة لأن أنا في جدة، لكن أبشرك يوم ما أروح أبلغ سلامة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن سامحيني إذا نسيت لأن أنا مش عارف أروح إمتى.
الله يرزقك يا حاج قلوب عمرة وحجة مرارا وتكرارا عاما بعد عام، عاجل غير آجل. أسأل الله أن يحسن خاتمتك ويسعدك في الدنيا قبل الآخرة. اللهم آمين آمين آمين. ميدو محمود صاحبه وحبيبي بيقول ربنا يتقبل منا ومنك يا حبيبي وأخويا. لا، بيقول منا ومنكم حبيب أخوك. وانا بقول لك الله يصلح حالك يا محمود ويرضيك يا صاحبي ويجبر بخاطرك ويبعد عنك كيد الفجار ويحفظك من امامك ومن خلفك وعن يمينك ومن شمالك ومن فوقك، واعوذ بعظمته ان تغتال يا صاحبي من تحتك. حاجه زينب العمده بتقول عمره مقبوله باذن الله اخونا واضح. بالله عليك ادعي لي بزياره بيته الحرام ومسجد نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ويصلح حال زوجي ويشفي بنت ندى ويصلح حال بنت نوره ويهدي لها العاصي ويصلح حال ابن احمد ويجعل لهم ذريه صالحه ويفتح لجوزي باب الرزق، رزق حلال طيب مبارك فيه، ويسترها معانا في الدنيا وفي الاخره. وانا بقول لك يا حاجه زينب الله يهديك سؤالك وفوق سؤالك ويرضيك يا حاجه ويرضى عنك ويرزقك زياره بيته الحرام وقبر رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم عاجل غير آجل، ويشفي لك زوجك. اللهم اشفيه لها يا رب، اللهم اشفيه لها يا رب، اللهم اشفيه لها واشفي بنتها ندى يا رب شفاء لا يغادر سقما عاجل غير آجل بدون أي أثر أو ألم أو وجع ولا حتى ذكرى يا رب. ويهدي لك العاصي يا نورة، يا نورة يا بنت الحاجة زينب. الله يكفيك شر من كل ما أهمك، الله يكفيك شر كل ما أهم بك، ويحفظك يا بنتي من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك، وأعوذ بالله العظيم أن تؤذي أو تغتال من تحتك. بسم الله أرقيكما يا ندى ويا نور من كل شيء يؤذيكم ومن كل عين لامة ومن كل شيطان وهمة. بسم الله أرقيكم أنتم الاثنين من كل عين لامة ومن كل شيطان وهمة. بسم الله أرقيكم، بسم الله أرقيكم، بسم الله أرقيكم. أسأل الله أن يصلح حالك يا أحمد ويفتح عليك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم تعلم، ويصب عليك من الخير صبا ويجيب لك من الخير كله وينور قلبك وقبرك بالقرآن. اللهم آمين آمين آمين. حاجة هالة أنا اللي أنت أصلا ما أشوف في الدعاء يعني، خلينا نقرأ ونشوف. حاجة هالة بتقول ادعي لي بصلاح الحال ويشفي ابن محمد ويبارك لي زوجي، ويبارك لزوجي في رزقه وفي صحته وعمره، ويغفر ذنوبي ويستر عيوبي وتتحاسبن على من قال علي ما ليس فيا وينتقم من صاحب الحسابات اللي معموله باسمي. وكمل انت بقى بطريقتك ويا واضح اوعى تضحك. انا اصلا بضحك من قبل انت بتتكلم اصلا عشان انا عارف ان انت هتقول حاجه زي دي اصلا يا حاج هلا كلامك بيضحك وانا طب انا حاسبن عليه اللي انا مالي يا ست، ما تحاسبني انت عليه. انا بقول بس اللي انت تقوليه اللي انت بتقوليه او بتكتبيه. كيف يعدوا للنساء يدخلون مصلى اذا هم قفلوا على كل اللهم امين. وحسبنا الله ونعم الوكيل يا ست بكل من اذاك وظلمك وقال فيك ما ليس فيك وقال عنك ما ليس فيك. حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. مبسوطه كده يلا جد بقى. اسمع يا حاج هذا. اللهم يا رب يا وهاب نسألك ببركات ما أنزلت من السماء وما أخرجت من الأرض ربنا امنحنا ولا تمتحنا، وأنزل يا رب رحمتك وبركتك وعافيتك علينا ولا تبتلينا. نعوذ بك من حب الدنيا والتعلق بشيء منها أو حتى الانشغال بها عنك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت يا رب كما أثنيت على نفسك. أسألك اللهم يا رب أن تشفي لها ابنها شفاء لا يغادر سقما، ويبارك لك يا حاج هالة في زوجك ويبارك لك في صحتك ويرزقك عمره ويغفر ذنبك. وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل حد قال عليك ما ليس فيك. نشكوهم إلى الله، نشكوهم إلى الله، نشكوهم إلى الله. اللهم إنها وأنا أشكو إليك كل من قال في أحد ما ليس فيه وسبب له أذى سواء بكلمة أو عمل حساب له. اللهم انتقم وافضحهم، اللهم انتقم وافضحهم، اللهم انتقم وافضحهم يا رب. فضيحة حرامي غسيل اتمسك وهو سارق مشاية الحمام عشان تبقى تليق بيه يعني.
ورد يا رب كيدهم في نحورهم، واجعلهم عبرة في وسط خلقك يا رب. الله يرضيك يا حاج هالة، ويسعدك في بيتك وأهلك ومالك وعيالك، إحنا وأولادنا والسامعين وكل من قال آمين آمين آمين. ندى أم البنات بتقول عمرة مقبولة إن شاء الله، ما تنساناش بالدعوات بالله عليك في صلاح الحال وسداد الديون، ويبارك لي في جوزي وفي بناتي. وأنا بقول لك يا حاجة أم البنات يا حاجة ندى، اللهم يا رب إن أمتك أم ندى تسألك من فضلك العظيم، فأسألك اللهم يا رب أن يتقبل منك الدعاء يا حاجة، ويصلح حالكم ويسدد دينكم، ويبارك لك في بيتك وعيالك، ويسعدك ببناتك، ويعينك ويقدرك على تربيتهم تربية ترضي الله ورسوله، وتشوفوهم يا رب أجمل وأحلى وأرق بنات وأرق عرايس، وتفرحي بهم وهم في الكوشة، وتفرحي بعدلهم، وتشوفي عيالهم وعيال عيالهم وهم دوما في أتم صحة وعافية. اللهم آمين آمين آمين. نور الشمس يا رب أفرحني بشيء أنتظر حدوثه، اللهم إني متفائلة بعطائك، فاكتب لي يا رب ما أتمنى. اللهم أسعدني في أبسط تفاصيل حياتي، وقرب لي الخير يا رب. يا رب لا تجعل ابتلائي في جسدي ولا في مالي ولا في أهلي، وسهل علي ما استثقلته نفسي. اللهم إني توكلت عليك فاعف عني، اللهم إني توكلت عليك فأعني ووفقني واعف عني، واروي يا رب قلبي بكل أمنية أخبرتك بها. اللهم آمين آمين آمين. منوعات تيتا أم وليد بتقول واضح يا ابني، بالله عليك ادعي لي ربنا ينولني زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وربنا يوفقك ويسعدك ويوفق أولادي ويشفي جوزي ويشفي زوجي. وبقول لك يا حاجة تيتا أم وليد، إلهي كيف أمتنع بالذنب من الدعاء ولا أراك تمتنع مع الذنب من العطاء؟ فإن غفرت فغير راحم أنت، وإن عذبت فأنت غير ظالم أنت. اللهم ارزق أم وليد يا رب زيارة قبرك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وزيارة بيتك الحرام عاما بعد عام، مرارا وتكرارا، عاجل غير آجل، وأسعدها يا رب وقر أعينها بأولادها، وتشوفهم يا رب أسعد أهل الأرض. الله يسعدك يا تيتا، الله يسعدك يا تيتا، الله يسعدك يا تيتا، ويقر عينك بولادك. إلهي تتهني بهم وتسعدي بهم ويفرح قلبك بهم يا حاجة، وتشوف عيالك وإحنا نشوف عيالنا وعيال السامعين أفضل وأحسن أهل الأرض، ويشفي زوجك يا حاجة شفاء لا يغادر سقما، عاجل غير آجل. اللهم آمين آمين آمين. أم ريم، اللهم اقبل خاطري جبرا أنت وليه، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، وأنت السميع العليم. وإني أسألك يا رب أن تستقيم حياتي، وألا أضيع في زحام الطريق، وألا أخير بين أحب الأشياء، واهدي لي يا رب زوجي. رب أسعدني وأشرح صدري وأرح قلبي. اللهم إني استودعتك أولادي وزوجي وراحتي، فاجعلني يا رب أسعد خلقك. يا رب أدعوك بعزتك وجلالك ألا تصعب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرا، ولا تحن لي قامة، ولا تفضح لي سرا، ولا تكتل لي ظهرا. يا رب يا رب يا رب، شفاءك التام 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 العاجل غير آجل يا رب لريم ولأخوها اللي أنا نسيت اسمه. اسم ابنك صعب أوي يا مريم، بنسى أظن نور الإسلام حاجة زي كده، بس هي الدعاء دليل يعني. واهد لها زوجها يا رب، يا رب اهد لها زوجها، يا رب اهد لها زوجها، يا رب اهد لها زوجها، واهد سرهم واملأ بيتهم يا رب، املأ بيتهم يا رب، املأ عليهم بيتهم يا رب، ودارهم مودة ورحمة، واجعلهم يا رب، اجعلهم يا رب سكن ومأوى لبعضهما يا رب. اللهم اكفهم، اللهم اكفهم، اللهم اكفهم شر ما أهم بهم، وصب عليهم يا رب الخير صبا، وارضهم وارض عنهم، وامنع عنهم وابعد عنهم كل سوء ومكروه وعين وحاسد وحاقد وكاره لهم يا رب، هم والسامعين ووالدينا وأم رامي وأبا رامي وكل من قال آمين آمين آمين. يوميات رزقي ورزقك على الله، بتقول لي بالله عليك ادعي لي ان ربنا يشفي اختي ويبعد عن زوج الشر، ويسهل علينا ويكتب لنا زيارة بيته الحرام، ويبارك في أولادي ويرحم أبويا وأختي. وأنا بقول لك يا حاجة يوميات، اللهم ربنا لك الحمد، أتم من نعمته والفضل والعافية والستر وجبر الكاسر.
وزيادة البر وكبت الشر. يا من تزيد في الخلق ما تشاء، زدنا بقوة منك نتقوى بها على طاعتك. نلتمس يا رب عونا منك لنقوم بشكر نعمتك. أصفئ يا رب لوعة قلوبنا بفيض من حبك ولطفك وحنانك. يا رب اشف أختي يوميات يا رب، يا رب اشف أختي يوميات يا رب، وارحم أبوها وأختها، وأبعد عن زوجها كل هم وغم وقدر وكل ما يحزنه ويقلقه يا رب. اللهم وإيانا وإياكم، اللهم ابعد عنهم الشر يا رب، اللهم ابعد عنهم الشر يا رب، عاجله وآجله، ما علموا منه وما لم يعلموا، وقرب منهم يا رب الخير كله، كله يا رب، كله يا رب، كله يا رب، عاجله وآجله، ما علموا منه وما لم يعلمه. اللهم ومن عليهم بزيارة بيتك الحرام وبيت وقبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عاما بعد عام، مرارا وتكرارا، عاجل غير آجل، هم كل مشتاق يا رب. اللهم آمين آمين آمين. محمد العراقي بيقول ادعي لي بالشفاء العاجل يا اخويا واقع. وبقول لك يا محمد الله يشفيك يا محمد، الله يشفيك يا صاحبي، الله يشفيك شفاء لا يغادر سقما، ويبارك لك في صحتك وفي عافيتك، ويرضيك في صحتك وأهلك ومالك، عاجل غير آجل. الله يمن عليك بالصحة والعافية يا محمد، الله يرضيك يا صاحبي في بيتك وفي أهلك، الله يرضيك، الله يكبر كسرك، الله يعطيك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم تعلم، ويبعد عنك يا محمد يا عراقي الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم نعلم وما لم تعلم، أنت والسامعين وكل من قال آمين آمين آمين. لقمة هنية أم شاكر بتقول ألف ألف مليون مبروك، ربنا يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. تروح يا أخويا وترجع بالسلامة، بالله عليك تدعي لي أنا وأولادي يوقف لنا أولاد الحلال ويكرمني في القناة ويفتحها عليا. وبقول لك يا حاجة أم شاكر اللهم آمين. اللهم يا رب أم شاكر تسألك باسمك الأعظم أن تجعل أيامها كلها سعادة. رب بدد الأحزان وأبرئ الأسقام وابسط الأرزاق وحسن الأخلاق، وانشر يا رب الرحمات وأمحي يا رب السيئات، تباركت يا رب البريات. اللهم يا رب يا رب يا رب الأرض والسماوات، ارض أمتك أم شاكر في أولادها، أسعدها بهم يا رب، وفرح قلبها بهم، ارض قلبها فيهم يا رب، اجعلها وإيانا والسامعين وكل من قال آمين أسعد أهل الأرض يا رب. يا رب تولى أمرها، يا رب تولى أمرها، يا رب بارك لهم فيهم، يا رب بارك لهم فيما أعطيتهم من صحة وعافية وراحة بال، ووسع عليهم يا رب، يا رب وسع عليهم يا رب، يا رب وسع عليهم وعلى السامعين وإيانا وكل من قال آمين في بركة الجسد والصحة والعافية. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا وعنهم يا رب، فليس بعد العفو إلا الجنة. اللهم ابعد عنهم وعنا وعن كل السامعين وكل من قال آمين كل شر ومكروه وحاقد وحاسد وكل عين وحشة يا رب، وكل عين وحشة شافتهم ولم تذكر الله وتصلي على النبي. بسم الله أرقيكم، بسم الله أرقيكم، بسم الله أرقيكم يا أم شاكر من كل أذى ومن كل مكروه ومن كل عين لامة ومن كل شيطان وهمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع عليك يا حاجة أم شاكر، عليك في قناتك وفي بيتك وفي أهلك وفي صحتك وفي عافيتك وفي رزقك. الله يرزقك البركة، الله يرزقك البركة، الله يرزقك البركة والسعة، وتكبر قناتك وترزق منها برزق حلال طيب مبارك فيه انت وكل السامعين وكل من قال آمين آمين آمين. اللهم لك الحمد. وبكده تمت جميع الأمانات بحمد الله وحده. وبنختم كلامنا بالدعاء. اللهم إني أسألك جميع الرحمة والمغفرة، أصلح يا رب ذريتنا ونيتنا، وألف يا رب بين قلوبنا، واستر عوراتنا، وفرج همومنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأعز ديننا، ووسع يا رب في أرزاقنا، ومد في أجالنا على صحة وعافية وطاعة وعمل صالح، واجعل يا رب قبورنا وقلوبنا عامرة دوما بنورك الكريم، واجعل قبور أمواتنا روضة من رياض الجنة. اللهم إنا نسألك أن تمسح عنا أوجاعنا وتنهر ظلمات ليالينا. اللهم اسقنا فرحا وارزقنا من كل مداخل الخير. اللهم يا قوي من للضعيف غيرك، اللهم يا غني من للفقير غيرك، اللهم يا عزيز من للذليل غيرك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك
عمن سواك. اللهم من كان مريضا في أهلنا وأحبتنا فاشفه يا رب، ومن كان مهموما فأزل همه يا رب، ومن كان حزينا فأسعده اللهم يا رب، ومن كان يرجو توفيقك اللهم فوفقه توفيقا من عندك يا رب. اللهم آمين آمين آمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونشوفكم دوما على خير، وجزاكم الله خيرا، ونشوفكم إن شاء الله في عمرة قادمة. مع السلامة.